المفروض ان احنا هنعمل تيست درايف لكل السيارات بتاعت جي اي سي. المكان اللي هنعمل فيه التيست درايف، وفي هنا دبدوب بس شكله غاضب او حاجه زي كده، وده يشبه بطوط. تابعونا وبسم الله نبدا. 第一圈由车内的教练来驾驶，您熟悉一下科目内的设置。 بالنسبة إلى تجربتنا أولا الدائرة الأولى نحن نركب هذه العربيات أو المركبات لنرى كيف يقود السائق أمامنا أولا. 第二圈由嘉宾来亲自试驾。 وبالنسبة إلى الدائرة الثانية نحن سنقود السيارات بأنفسنا. طيب دي كانت التعليمات والشرح بتاع التجربه اللي هتحصل والعربيات اللي احنا هنجربها. فطبعا هو بيأكدوا على اهم حاجه السلامه، اهم حاجه الهدوء، اهم حاجه ان انت ما تحاولش ان انت تجري. احنا مش جايين هنا نتسابق ولا نتنافس، احنا كل اللي احنا جايين نعمله ان احنا نستمتع بالعربيات ونجربها. الخطوات اللي احنا المفروض هنعملها، اول حاجه اللي هو هتعمل الاختبار بتاع الرقم 8، شايفينه اللي هو اول حاجه على ايدنا الشمال مكتوب عليه 8 فوق ده. هحاول اقرب لكم. تمام. اول حاجه الاختبار اللي هو رقم 8. تاني حاجه البامبي رود اللي هو زي مثلا الطريق المكسر مثلا، خلاص اللي هو فيه مطبات. بعد كده ستريت لاين اكسلريشن، ده التسارع في خط مستقيم. بعد كده بقى الاس كيرف سلالوم، ده اللي هو اختبار حرف اس على سرعه. بقى خلونا نبدا التجربه بتاعتنا ان شاء الله. تابعونا يا جماعه. احنا وصلنا لساحه الاختبار، مساحه كبيره افرجها لكم. دي العربيات اللي احنا هنختبرها دلوقتي. انا هبدا يا جماعه الاختبار اللي هو سلالوم، اللي هو اختبار حرف اس. يمكن انا كنت بعمله في التست درايف بتاعنا زمان بالعربيه الايون كهرباء. ده كان اول اختبار، اختبار سلالوم او اختصار حرف اس بين الاقمعه. والهدف منه ان هو بيقيس مدى الهاندلنج بتاعها، الهاندلنج اللي هو مقدرتها على المناوره، هي كده بالظبط المقدره على المناوره. فده كان اختبار السياره ايون كهرباء في مقدرتها على المناوره من خلال اختبارها على حرف اس او اللي بنسميه سلالوم تيست. خلونا بقى نكمل باقي التجارب ان شاء الله بباقي السيارات في باقي تراكات. تابعوا معنا. دلوقتي هنبدا اختبار التسارع للسياره جي اي سي اس 9، بيسموها ترامب تشي اس 9. العربيه دي عربيه هايبريد هجين، محرك 1500 سي سي تربو ومحرك كهرباء ببطاريه. العربيه دي وزنها 2 طن ونص، وقدره المحرك بتكون الاثنين مع بعض بيكونوا في حدود 300 حصان. 5 متر طول، متر 76 ارتفاع، ومتر 95 عرض. وطبعا زي ما قلنا ان وزنها بيكون 2 طن ونص، وده طبعا عشان وجود البطاريات. وطبعا هنستأذن صديقي العزيز وزميلي الاستاذ مصطفى الدسوقي الف باء عربيات علشان يصور لنا تست درايف. المفروض يا جماعه ان احنا هننطلق ستريت في العدل، وعند مع الزرقاء دي هنبدا ان احنا ندوس الفرمله عشان نقف في النطاق الامن يعني بتاع التست. خلاص. يا ترى العربيه بوزنها الكبير ده هتقدر ان هي تعمل ايه؟ طيب مبدئيا احنا دلوقتي هنديها دي. انا دلوقتي دايس فرمله، هنعمل اللي هو لونش كنترول. انا دايس فرمله وهبدا ان انا ادوس كده بنزين ونبدا بسم الله. طبعا زي ما انتم شايفين صدرها شاب اهوت. احنا كده وصلنا ل 80 كيلو، المفروض ان هو الحد الاقصى بتاعهم 70، ولكن احنا وصلنا ل 80 كيلو من بره. ماشي اللي بعدها. ماشي شكرا. ايوه خش. تمام. خلينا نبدا نجرب تاني. هو المفروض ما فيش بس هنجرب. 80 كيلو برضو. بس يا جميل دي كانت تجربه القياده بتاعتنا او تجربه التسارع. ها في خلاص هرجعها لك سنه. طيب اهو الكاميرات بتاعتها كويسه. كاميراتها 360. نرجع على الخط زي اوكي حلو. بس والبي
اختم يا باشا. ثانك يو. ودي كانت تجربه التسارع بالعربيه الاس 9. هنجرب دلوقتي بقى باقي السيارات ان شاء الله على التراكات بتاعتها. خلينا نكمل. شكرا استاذ مصطفى. مع الاختبار الثالث المفروض ان احنا نختبر فيه العربيه هاي تك اتش تي والفاخره. المفروض ان المدى بتاعها بيوصل تقريبا ل 800 كيلو. العربيه طولها كابعاد 4 متر 95 طول، وعرض متر 93، وارتفاع متر 76. العربيه المدى الشحنه الواحده بتاعها احنا قلنا 800 كيلو، ممكن ان هي تشحن في 10 دقائق ل 40%. طبعا المفروض ان احنا دلوقتي هنجرب اختبار هنا اللي هو الاختبار بتاع المطبات ده او البامبي. الفايده منه ان انت بتشوف مدى الراحه في السياره والاصوات اللي بتبقى فيها ومدى تفاعل نظام التعليق بتاعها، وخاصه ان العربيه وزنها 2100 كيلو، يعني 2 طن و100 كيلو، فطبعا ده وزن تقيل. فهنجرب دلوقتي مع بعض. طبعا كاوتشات ميشلان زي ما احنا شايفين، والمفروض ان العربيه دي نظام التعليق اللي فيها الامامي نظام تعليق مالتي لينك، ولكن مزدوج، اسمه نظام اللي هو عزم الترقوه، نظام مزدوج من فوق ومن تحت، والخلفي نظام برضو مالتي لينك. فالمفروض ده يدي معانا اداء كويس جدا في نظام التعليق. ده نظام التعليق الامامي اهو يا جماعه، اللي احنا قلنا عليه نظام مزدوج. شايفين انتم الدراع اللي فوق ده، الدراع الجانبي ده تمام، ده اسمه نظام عزم الترقوه. خلاص، المفروض ده نظام تعليق قوي، ومن الخلف بيكون زي ما احنا شايفين هنا كده نظام مالتي لينك خماسي الاذرع من الخلف. خلاص طيب، خلينا بقى نبدأ نجرب نظام التعليق بتاعها في البامبي رود. المفروض يا جماعه ان سرعه الاختبار ده بتكون تقريبا 40 كيلو. طبعا المفروض ان احنا ناخده كله في العدل، بس انا هحاول اخده لكم واحده في واحده. خلينا بقى نجرب التسارع برضه، مش هنخسر حاجه يعني، هاكله بثوابه. فرامل تمام. الموتور بتاعها بيكون تقريبا 310 حصان، فخلينا نجرب التسارع بتاعه تاني. طيب تمام. طبعا العربيات الكهرباء انتوا عارفين التسارع بتاعها جامد، يعني المسافه الصغيره خالص دي العربيه بتجيب فيها 80 كيلو. طبعا ده حاجه ممتازه قوي. تمام. ده كده اختبار البامبي رود اللي احنا جربناه مع بعض. تمام. دي كاميرات ال 360 برضه، مش حارمكم من المتعه. ودي كانت العربيه الهاي تك اتش تي. نجرب بقى مع بعض العربيه جي اي سي ام 8. العربيه دي عجباني ونفسي ان انا اشوفها فعلا في مصر، لانها تشتغل في قطاع السياحه فوق الممتازه. العربيه دي تعتبر من فئه السيارات الام بي في الفاخره. خلاص، عربيه تحفه 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 تحفه، عجباني قوي 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 قوي. العربيه دي بتيجي بموتور 2000 سي سي بنزين، 252 حصان، اقصى سرعه 200 كيلو، حاجه خرافه. وطبعا مرتبط بجير 8 سرعات من ايسن. عجبني قوي وشها تحفه تحفه، عجباني بصراحه. تمام. شايفين؟ شفتوا انتوا الفانوس اللي قدام على شكل جناح النورس ده؟ تمام. وطبعا العربيه فيها ليدر اللي فوق ده، اللي هو بتبقى نازله مجموعه اداس كامله. خلينا بقى نجربها مع بعض. طبعا زي ما انتم شفتوا، اول ما فتحت الباب الكرسي بتاع الكهرباء بيرجع لورا. عايز كمان اوريكم هنا الباب، هنا الجرار اللي بيفتح كهرباء. طبعا زي ما قلت لكم موتور 2000 سي سي، موتور 2000 سي سي 250 حصان، مرتبط بجير 8 سرعات، 8 نسب اماميه. خلينا نتفرج برضو على نظام التعليق بتاعها. ده نظام احنا قلنا اسمه عزم الترقوه، مستوحى من عزم الترقوه اللي موجود في جسم الانسان، اللي هو المفصل بتاع الكتف يعني. تمام. او المنطقه بتاعت الترقوه اللي هي التقاء الكتف مع جسم الانسان. خلاص، ده كده من الامام. وخلينا نبص على نظام التعليق بتاعها من الخلف، ونظام مالتي لينك
خماسي الوصلات. طبعا الاختبار اللي احنا هنعمله دلوقتي هو اختبار لمدى الراحة ومدى تفاعل السيارة مع البامبي رود. تمام، ده الطريق اللي احنا هنجربه. خلاص، وخلينا نبدأ نشوف الراحة ونشوف الكراسي بقى، الجلد النابة والتدليك والمساج والسخن والبرد، وبص تحفة. العربية طبعا 3 صفوف مقاعد، 7 راكب، اوتوموبيل متوحش زي ما قلت لكم. نفسي اشوفه الفترة الجاية في مصر. انا بس حابب افرجكم عليه كامل. لاحظ ان حتى بعد الصف الثالث ما هو مفتوح، فانت معاك مكان كبير ان انت ممكن تحط فيه 3 أو 4 شنط سفر. طبعا واقفة. طبعا الكراسي اللي قدام دي دلوقتي هي مفروضة كده في وضع الطيارة، انما هي طبعا لما بتتحمل في الوضع القيادة العادي هتلاقي في معاك مساحة ورا كبيرة. الفوانيس اللي ورا، الفوانيس اللي في الخلفية، السبويلر الخلفي. شوف كام كاميرا اصلا في العربية. والابواب احنا قلنا انها ابواب كهربائية، شايفين؟ تمام. شفتوا انتوا الكاميرات هنا كمان زي ما قلت لكم. الليدار ده طبعا بيبقى جزء من القيادة الذاتية. العربية حكاية، ووشها عاجبني بصراحة، مش هكذب عليك، وشها عاجبني. خلونا بقى نجربها دلوقتي في التست درايف بتاعنا. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعة نبدأ بقى ايه، نجرب العربية. تمام، ده المكسر اهو قدامنا اهو. طيب، كان ظنت عليه مقبول التكسير وانت ماشي في المكسر، انما كصوت للصالون، الصالون له صوت برضو. انتوا عارفين يعني الواحد ايه يقول الحق. تمام، ونجرب بقى التسارع بتاعها. ماشي. هو هنا طبعا صديقنا الصيني بيقول لك ما تجريش. تمام، ولكن الفكره هنا يا جماعه ان طبعا تسارع البنزين مختلف تماما عن تسارع العربيات الكهرباء، قصه ثانيه خالص. تمام، ده كده. خلونا نجرب كمان الكاميرات بتاعت العربية. دي كاميرات الرجوع للخلف اهيت. تمام. ثانك يو ثانك يو. ده كده كان اختبارنا للعربيه الام 8. فاكرين لما انا قلت لكم ان السيارات الكهربائيه بتسجل كل حاجه وانت قاعد جوه في الصالون؟ وخلي بالكم من الحكايه دي، ركز بقى معايا. في هنا كاميرا في القايمه اهي، شايفها؟ ولكن مقفوله هنا بباب علشان ما تسجلش. يبقى انت بتقفل الباب ده كده مانوالي، فهي ما تسجلكش. في هنا تاني كاميرا اهي، شايفينها؟ في كاميرتين او كاميرا وحساس هنا، او كاميرا حراريه ممكن تكون مقفوله بباب علشان تقدر ان انت تتحكم. فطبعا هنا زي ما شايفين المرايه الخلفيه هي عباره عن كاميرا برضو. خلاص، فيعني انت حتى لو في حد قاعد ورا مش هتبقى متضايق ولا هتكشفه، انت بس الكاميرا هي اللي بتجيب لك. انما مفيش هنا المرايه العاديه اللي ممكن تجيب لك الركاب الخلفيين، وده نوع من انواع الخصوصيه يعني. الفكره هنا جميل. الملحوظات بالنسبه، انا طبعا قلت لكم موضوع الكاميرات ووريته لكم هو عملي. خلاص، طيب الملحوظات بالنسبه لي على العربيه، تسارع مش لا يقارن طبعا بالسيارات الكهربائيه، التسارع بتاعها بطيء على وزنها. خلاص، الصالون له صوت مع المكسر، واحنا ماشيين في سرعه 40 كان له صوت شويه، كان بتسمع اصوات جوه. فالمفروض يبقى في اداء افضل من كده، انما كان نظمت عليه حلو يعني، ماسك نفسه. واظن ان هو هيكون ثابت قوي في الملفات. خلاص، الفرامل طبعا جيده، الفرامل عندهم كويسه قوي في الشركه. السيارات بتاعتهم كلها فراملها مفيش فيها مشكله. خلاص، ف دي كده السياره الام 8. ودلوقتي هنجرب الاس 7، السياره اس يو في ميد سايز. السياره دي عليها محرك جي دي اي 175. احنا دلوقتي هنجربها في اختبار ال8 ده، وده اختبار بيقيس الهاندلنج بتاع العربيه او بيقيس مدى التحكم فيها. شايفين بقى الفوانيس اللي قدام بتعمل عيون ازاي؟ شايفين العينين دي؟ بصراحه شركه جي اي سي عامله شويه حاجات حلوه قوي يعني، بصراحه فيها شويه لقطات كده جميله. لون العربيه اصلا حلو، خلي بالك ده لون مط يعني، مش لون جلوسي، لا يعني لون مط اهو. شايفين؟ ما ننكرش العربيه مميزه.
الجنود بتاعتها او الكاوتش 255 50 20 بوصه. تمام، تو تون. دلوقتي هنبدا نجرب العربيه مع بعض. الكانتارا باللون المميز ده. اللون ده مصطفى يبقى اسمه جملي ولا اسمه ايه؟ اللي جوه ده بيسموه كده يعني. هو اغمق من الجملي شويه، يعني جملي حمر كده، فمش عارف بتسموه ايه، ممكن تكتبوا لي في التعليقات. انتوا شايفين الشاشه هنا قد ايه عملاقه. طيب برضو الفتيس هنا سواء العربيات الكهرباء او العربيات البنزين كله هنا دراع في الدركسيون. طيب هنبدا دلوقتي الاختبار بتاعنا. حرف ال8 او حرف ال8 اهو. 8 صعب قوي 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 قوي، ضيق 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 ضيق. بنهيس جدا. وبكده نكون خلصنا التست درايف بتاعنا النهارده لكل اسطول سيارات GAC المتاح حاليا، وايون طبعا، سيارات الكهرباء، الهايبريد، البنزين. تقريبا احنا كده جربنا الثلاث اصناف الموجودين هنا. ارجو ان يكون تجربه الاداء عجبتكم، وارجو ان احنا نكون اضفنا لكم جديد. تابعوا باقي رحلتنا علشان هتشوفوا ان شاء الله الحلقه الجايه اطلاق سياره جديده لاول مره. الاطلاق ده هيكون على ايدينا ان شاء الله. اشوفكم باذن الله على خير في تجارب ورحلات جايه كتير وحلقات جايه اكتر. السلام عليكم.